في خبر عاجل: اعتقال ولد الشينويه. ولد الشينويه تعتقل اليوم، وانا غنعطيكم الاحداث وعلاش وكيفاش تعتقل. ولد الشينويه تعتقل من المحكمه الابتدائيه بمدينه الدار البيضاء، وبالضبط في القاعه 3. ولد الشينويه ملي سمع خبر الاعتقال ديالو سخف في المحكمه، وجات لامبيلونس وراه داتو للمستشفى. بعد ما غادي يستفيق من طبيعه الحال، سوا فاق اليوم سوا فاق غدا سوا فاق بعد غدا، غيتم الايداع ديالو بالسجن عكاشه بالدار البيضاء. بزاف ديال الناس يقولوا واو بهذه السرعه تعتقل على قبل دوك التسريبات ودوك الاوديوات. لا 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 لا، القضيه ديال الاوديوات وديال التسريبات هذيك مازال جايه. والشينويه تعتقل على حساب التصريحات اللي عندي الاوليه بخصوص واحد الشكايه واضعاها بيا واحد السيده هي والبنت ديالها، بعد ما طلع هذا المدعو ولد الشينويه وتهكم عليهم وسبهم وقذفهم وما خلى ما قال فيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتهجم عليهم. الامر اللي استدعى الناس بانهم يديروا التفريغ ديال دوك الفيديوهات ويحطوا به شكايه اللي تفاعلت معها النيابه العامه وامرات الشرطه القضائيه في مولاي رشيد بالاستماع اليهم على حساب المصرح. الهضره اللي كيقول المصرح او اخ المشتكيه على حساب التصريح اللي خرج فيه في احد الجرائد الالكترونيه، كيقول بان ولد الشينويه ملي تم الاستدعاء ديالو وتم جاي لابس الصنداله وشورط، ملي تم جاي طالع وبدا يغوت وبدا كيربرب على حساب الاخ ديال المشتكيه كما صرح في الفيديو، بدا كيغوت وبدا كيربرب كما يقول، وبغى يخبط راسو قال لك مع واحد الزاجه على حساب ما صرح به الاخ ديال الضحيه. شدوه رجال الامن وداروا ليه مقطع فيديو اللي وثقوه ورسلوه النيابه العامه. تم الاخلاء ديال السبيل ديالهم ومشاو. واقيلا اليوم كان عندهم التقديم على ما اظن، تم الاعتقال ديالو. تم الاعتقال سب قذف تشهير تهديد، اتهامات اللي غادي نعرفوها في الدقائق او في السويعات القليله القادمه. والشينويه هنا ما خلصاتش الحكايه ديالو الاخوان، باقي ما ساليناش فيلم ولد الشينويه.